السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة وان كوت ا داي. كل الناس بتقول لك ركز، ولكن في الفيديو ده انا بقول لك ما تركزش، ولكن اللي اقصده انك ما تركزش على المشاكل، ركز على الحلول. معظمنا بمجرد ان هو ما تقابله اي اشكالية في الحياة كبر فيها ويعمل لها حاجة اسمها بين كاتاستروفايزنج، اللي هو تضخيم الالم، ويقعد يركز على الاشكالية بغض النظر عن الهدف الاصلي من الموضوع اللي هو كان ماشي فيه. على سبيل المثال الناس الكونتنت كريتور او الناس صناع المحتوى في البدايات بتقابلهم اشكالية، وهي ان عدد الفيوز بتكون قليله شويه وبيكون فيه تعليقات سلبيه في بعض الاحيان. وبلا شك ان احنا بنحب الفيوز الكتيره او بنحب ان محدش يقول لنا تعليق سلبي على حاجه كويسه احنا عملناها، ولكن مش ده الاصل في الحياه. الاصل ان لازم يكون فيه تشالنجز او لازم يكون فيه تعليقات سلبيه. اللي بيحصل بقى من معظم الناس اللي هي صناع المحتوى هي انها تركز على الريتش او تركز على الكومنتات السلبيه، يقعدوا يحطوا في نفسهم كده او يجلدوا في ذاتهم ان هم فعلا كلام الناس ديت صح، وان هم قليلين وهم ما ينفعش ان هم يعملوا الحاجه ديت، وان ما ينفعش يستمروا، وانهم مش كفاءه للموضوع ده. وبرضه بيحصل ان هم بيهتموا بالريتش او بمعدل الوصول بتاع الفيديوهات للناس، ولو الناس اللي بتشوف المحتوى ده قليله بينتهي المطاف بالكونتنت كريتور ده او صانع المحتوى ده ان هو يبطل. هنا اللي عمله صانع المحتوى هو انه ركز على الاشكاليه او ركز على المشكله، ما ركزش على الحل او ان هو يصنع محتوى ويكمل محتوى. كل الحاجات دي بتيجي مع الوقت، الريتش الكويس والتعليقات اللي هي الكويسه والحاجات دي كلها بتيجي مع الوقت ومع الاستمراريه. فنقدر نقول ان كود النهارده بيقول focus on solutions not on the problem. focus on solutions not on the problem. ركز على الحلول بتاع الاشكاليات، ما تركزش على الاشكاليه نفسها. ركز على انك انت تكمل صناعه محتوى، انك انت تعلي بالكواليتي على قد ما تقدر مع الوقت، وانك انت تستمر على صناعه المحتوى. اكيد هيكون في تعليقات جدا جدا كويسه، وهي ديت اللي هتخلينا نكمل. وليكن على سبيل المثال حد توفى ليه واحد عزيز، والشخص ده كان ليه قيمه في حياته وكان مهم جدا في حياته، هو بيقعد يعيش في دوامه الحزن والاكتئاب ويفضل طول الحياه دايما مكتئب. ولكن الحل هنا مش هو انه يحزن وان هو يجزع او ان هو ييأس، وده الحل فعلا هو انه يكمل انتاجيه ويحاول ان هو يكون احسن حاجه من نفسه، ويحاول ان هو يكون الحاجه اللي متخيلها الشخص ده عنه او الحاجه اللي كان مستناها الشخص ده منه. الشخص اللي توفى ده مش مستني منا ان احنا نقعد مكاننا وننتخ مكاننا وان احنا نزعل على فقدانه. الشخص ده مستني ان احنا نوصل لحاجه كويسه. فرحته فعلا هو ان احنا نفضل مستمرين وان احنا نكون احسن حاجه من نفسنا. مثال كمان، لو انت عندك مثلا زمايل في العمل او زمايل في الشغل مش كويسين او بيعاملوك معامله مش كويسه، مش حلها ان انا ازعل او ان انا اقعد اشتكي او ان انا اقعد الوم نفسي والوم الظروف او الوم اي حد. حلها هو ان انا اشوف هم متضايقين من ايه واحاول ان انا احسن من النقطه ديت، واحاول ان انا لو في حاجه غلط انا بعملها احاول ان انا اصححها. ديت المايند سيت او العقليه بتاعت الناس اللي بتطور من حياتها او الناس اللي هي عايزه تعيش حياه كويسه وعايزه تعيش حياه سعيده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.